والله الحمد لله انا معاك خمسة اداب كيس مفسر. الشيخ خالد، الناس بتجيلك من الصعيد ومن المنصورة ومن الأرياف وكأنك بتديهم العلاج. والله ده من فضل ربنا علينا يعني ده. مش عايز اقول لك مثلا هي حرفانه ولا هي حاجه، هو بس كرم ربنا الحمد لله. سر يعني احنا بنراعي ربنا بس في الموضوع. سر نجاحك ايه؟ والله هو الحمد لله ممكن تكون مثلا هو اول حاجه توفيق ربنا طبعا. ثاني حاجه ان احنا اساسا تجار بضاعه، فاحنا عارفين الراس الضاني اساسها ايه. نعرف نجيب الحاجه الكويسه، الحاجه اللي تعجب الزبون، الحاجه الملحمه تيجي نطلعها ان هي فيها لحمه، الحاجه اللي طعمها حلو، نشتغل شغل طازه. فهي شغلتنا الحمد لله، وفي الاول والاخر توفيق ربنا. انت دارس ايه يا حاج خالد؟ والله الحمد لله انا معايا خمسة اداب كيس مفسر بتقدير جيد الحمد لله. ليه ما قلتش انا عايز اشتغل بشهادتي ولازم اشتغل على مكتب؟ وليه ما فكرتش بالطريقه دي؟ والله انا الحمد لله من كرم ربنا انا من تانية جامعه، وانا نزلت المعيده عندنا باب الشعريه، اتعلمت الصنعه عشان اصرف على نفسي برضه واصرف على دراستي. وكان ربنا كرمني كده وخطبت، فكملت بقى في الشغل. فبدات انا الحمد لله كنت اصغر واحد بتاع لحمه راس بيفتح المطبخ ياخد بضاعه وينظفها ويظبطها. كنت باخد الذبحه بتاعت الحاج مجدي الهواري بتاع تايبر 1، كان بيتباع في قناطر. كنت انا في ثالثه جامعه كنت اخد عربيه واروح اجيبها من هناك من قناطر، واجي هنا انضفها واظبطها واشتغل. والحمد لله بقى ربنا كرمنا الحمد لله. لو حد جالك قال لك معيش حق الاكل هتعمل ايه؟ بص هو ما ينفعش يقول بقى حاجات واحد بيطلع على ده ومش بيطلع، دي حاجات بتاعت ربنا والسر فيها احسن. انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده، هيبقى حاجه بتاعت ربنا وخلاص يعني. ما حدش هيفضل يقول لك بقى انا اللي معاه معهوش ياكل معايا ياكل، دي حاجه بيننا وبين ربنا بس، فمش هينفع يعني. سعر اقل وجبه عندك كام؟ والله مش موضوع على وجبه، احنا يعني مثلا احنا بنبدا الرغيف ب 30 جنيه. الرغيف ده بيبقى معاه رغيف فاضي معاه شويه سلطه، بنحط فيه ممبار، بنحط فيه كفته، بنحط فيه كبده، بنحط فيه فشه، حلويات، كرشه، كل حاجه. الرغيف بيشبع الحمد لله يعني. وهي عندي طلب ممكن يبدا من 50 جنيه برضه لو كفته وكبده وحلويات. طب لحمه الراس بيبقى طب لحمه راس معاه كرشه فشه ممبار، ده بيبدا من 70 جنيه دلوقتي. بيبقى معاه عيش وسلطه وشرب ومعاه طحينه مسلوقه ومحمر. ده موجود ولا موجود؟ تعمل لنا عرض لمده اسبوع لمشاهدي مذيع الحاره، اللي يجي لك ياخد عرض هتديله ايه العرض اللي تديه له؟ والله نعمل الطلب ب 50 جنيه بدل 70 جنيه. والحاجه الثانيه لو في حد عايز وجبات يعني بيطلع وجبات الخير احنا نساعد معاه، نطلع له 50% من الوجبات. يعني مثلا هو لو عايز 20 وجبه هياخدهم 30، لو عايز 30 هياخدهم 45، لو عايز 10 هياخدهم 5، بس اهم حاجه يكون طالع للخير. وقبل ما نلف الطلبات هو هيشوف اللي هو دافع حقه زي اللي هياخده زياده. فده احنا عملنا كده يعني لحضرتك واي حد تبع البيت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول صلى الله. الله عليه وسلم. تيجي عند المكان ده اقسم بالله تحس براحه غريبه، الله يبارك راحه لك. في شكل اللقمه وشكل ده الناس من اللي كرم ربنا الحمد بتاكل. لله. وغير القميص بقى، القميص يا جماعه مجنني بصراحه يعني. لا حاجه، مولانا لابس لا قميص يضايق. هذا حاجه عندنا الحمد لله. الله والله الحمد ربنا لله برضه يرزقك. الواحد يعني قاعد ربنا بيكرمه. وفي حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. فانا اللهم الحمد صل لله على ربنا كرمنا الحمد لله، فمش هنبقى على نفسنا يعني ولا حاجه. كلمه لاسرتك تقول لهم ايه؟ فكر بس والله شويه قول لهم اللي في قلبك، خلي قول لهم بالك ايه؟ ان اسرتي هي سبب شغلي. الله اكبر. يعني انا عشان ارتبطت بالمدام دلوقتي، ارتبطت بقى في الجامعه، اه في تانية جامعه. اه ومن كرم ربنا برضه ان انا ما كنتش عايز العب، يعني ان انا اصاحب، وكنت عايز اتجوز. فقعدت ادور على اي حاجه ان انا اجيب بيها فلوس، فاشتغلت. فلما اشتغلت ربنا وفقني الحمد لله. تقول لها ايه؟ هو لا ربنا يبارك لي فيكي ويقدرني وانا اسعدك بس. حاسك قلقان قلبك مقبول. لا والله الحمد لله. والله هي طبعا برضه الواحد يعني مش عارف يتكلم كلام هيبقى فيها حقها يعني. ربنا يبارك لك فربنا يبارك لك فيها ويبارك لك فيهم امين يا رب العالمين. ويكرمك في النعمه ويجيب ويبعد كل الخير عنك يا رب، اي ويجعلك سوء، دايما اللهم سبب خير امين. لاي حد الحمد لله يا رب رب العالمين. يخليك لينا. احنا خلي بالك احنا الحمد لله اول كرفان واحد في راس في مصر. اللهم صل على النبي. يعني لما جينا حتى الرخصه حتى كانوا هم مستغربين. يعني طبعا كل الكرفانات بتيجي تتعمل يا اما كريبات او برجر او اي حاجه. احنا اول كرفان عملنا احمد راس في مصر. والحمد لله حلمي يعني انا اضبط الموضوع اكل احمد راس دي، لان هي اكتر اكله تسعة ما فيهاش مستورد. يعني ما فيش راس مستورد دخلت مصر، كل حاجه دخلت مستورد. وبعدين احنا الناس اللي بتعمل من الفسيخ شربات. بتاع الفسيخ يجيب سمك يعملوا فسيخ، احنا ما بيجي لنا الحاجه فسيخ بنطلعها شربات في الاخر، بنطلعها لحمه الناس تاكلها وتستعمل ده كده وتتبسط. اللهم صل فان على شاء الله النبي. يعني باذن الله حاجه كويسه الحمد بعض لله. الناس بس عشان قبل ما اختم معاك بتقول لك هو انت مش لابس جلافز وجوانتي في ايدك اه ليه؟ دي بقى موضوع انا كنت عايز اتكلم فيه. اتفضل. انا مش عايز اضحك على الناس. يعني ممكن اجيب دلوقتي جرافز ب 5 جنيه والبسه وانت حضرتك بتصور، وبعد ما تمشي انا لا هو هشتغل، صح هيجي لي هو اللي بيشتغل بايدي. صح. احنا شغلنا ما ينفعش يشتغل بجرافز، واللي عشان يقول لك إن هو النار. عشان النار وعشان هي كمان دسمه قوي.
وانا بشتغل بسكينه، انا ايديا متفرطه جامد، حاجه وانا شغال هتتحمل، هتعور هو كتير. فانا ما بشتغلش بجرافت ومش هينفع ان انا البس جرافت. انما احنا عندنا جرافتات الزبون. الزبون. موجود جرافتات الحمد لله. الشيخ خالد يا جماعه والله العظيم زياره يعني فيها راحه نفسيه قبل ما تاكل وتشرب. ده شرف لينا الحمد وانبسطت لله. ان انا عندك احنا النهارده. كمان انبسطنا يعني اللهم صل على سيدنا النبي، يجعل صلاه النبي منوره طريقك، اللهم امين. الحمد لله. صلاه خدامين النبي. وخدامين جبانك ومتابعينك وكل شيء. ربنا يكرمك، شكرا حبيبي حاجه. حبيبي محبتك. السلام قلت لنا يا عليكم. باشا. السلام عليكم.